صدقتني لما كنت بقول لك انك انت وانت خاطب، ما هو انت لو كنت عرفت خطيبتك قبل ما تكون زوجتك ان والدتك ديت هي خط احمر، ان والدتك ديت هي اهم انسانه في حياتك، والله ما كان هيحصل اللي حصل ده. ولكن خلينا نعلق على الفيديو ده في حاجات كتير جدا، وهنبتدي بمرات الابن. مرات الابن، بص بقى، لا الشرع ولا القانون يسمح لك ان انت تعملي اللي عملتيه ده. مفيش اي حاجه تسمح لك انك انت تمد ايدك على واحده اكبر من امك او على ست كبيره. مفيش اي حاجه مهما عملت حماتك، وحتى لو حماتك ديت مخليه حياتك، انا ما اقولكيش في حلول كتير جدا اسهل من كده. انك تطلع تقعدي في شقتك وتقولي لجوزك امك مورياني ومورياني ومورياني، وساعتها تاخدي بعضك وتطلعي تقعدي في شقتك معززه مكرمه. جوزك مرضاش وصمم ان انت تقعدي في الهم ده كله حتى لو هي حماتك. بص ما اقولكيش، ربنا سبحانه وتعالى اداك رخصه انك تطلقي، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما ادالكيش رخصه انك تمد ايدك على ست كبيره. ازاي تمد ايدك على واحده ست في مقام امك؟ انت لو دخلت البيت ده اصلا وحطيتي في دماغك ان الست ديت مقامها في مقام والدتك وان هي ام جوزك، صدقيني عمرك في حياتك ما هتعلي صوتك عليها. مش انك انت تمد ايدك عليها وراح تجيب الخشبه وعايزه كمان تضربيها بالخشبه. ايه يا ست انت ده؟ هو ما فيش في قلبك رحمه؟ انت في ايه؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ اما العنصر التاني بقى، وده فعلا انا مستغرب له جدا، الزوج ابن الست اللي اتضربت. انت ازاي يا عم جبت الجراءه انك انت ترفع الفيديو بتاع والدتك على النت وتخلي العالم كله يشوف والدتك وهي بتتضرب؟ انت ازاي جبت الجراءه عشان تخلي كل الناس تشوف والدتك وواحده عيله صغيره عندها 18 19 20 سنه بتمد ايدها على امك وتعمل في امك كده؟ ازاي جالك الجراءه انك ترفع الفيديو ده؟ هتستفاد ايه لما ترفعه والعالم كله يشوف؟ مش هتستفاد حاجه. انت كنت ممكن تاخد الفيديو ولو عايز تقدم مراتك تروح تعمل فيها محضر بالفيديو واللي يشوفوا بس هم الشهور. انت ما توريهوش لحد اصلا من جيرانك، مش توريه لمصر كلها والعالم العربي كله يشوف والدتك وهي في الموقف ده. ايه يا جماعه المرحله الوحشه اللي احنا وصلنا ليها دي؟ ايه المرحله الوحشه ان واحد يرفع فيديو والدته وهي بتتضرب من مراته اللي هي اصلا اصغر من ولادها ويخلي العالم كله يشوفه؟ ليه كده؟ اما العنصر الثالث وهي ام الزوجه، ما انت لو كنت دايما بتوعي بنتك لما تيجي تشتكي لك من حماتها وتقول لك حماتها عملت وانت تقولي لها يا بنت عادي ده ست كبيره، ما كانتش عملت كده. انما اكيد انت كنت بتقويها وكنت بتديها حبوب شجاعه، عشان كده جت عملت كده وقدامك. لا عملت احترام ليكي كامها، ولا عملت احترام لسن الست اللي هي حماتها، ولا عملت احترام لاي حد، ولا حتى احترمت جوزها في غيابه. اما بقى الحاجه الثالثه اللي بوجه عام اللي ما يعرفش ايه القصه ديت، القصه ديت يا سيدي ان مرات الابن ضربت حماتها والابن مسافر في الامارات مغترب، ففي كاميرا في البيت بقى هم ما يعرفوش او مش واخدين بالهم، عشان الابن ياخد الفيديو ده ويرفعه على كل وسائل التواصل الاجتماعي وينتشر في مصر كلها وفي العالم العربي. ولكن خلينا اعقب بصفه عامه على الموضوع، وخلينا اقول لك ان كل واحده لو دخلت البيت وحطت في دماغها ان حماتها في مقام والدتها، والله العظيم ما في حاجه هتعمل كده. ولو كل حما حطت في دماغها ان مرات ابنها زي بنتها بالظبط، والله العظيم الدنيا هتمشي سهله جدا ومفيش اي مشاكل هتيجي بين مرات الابن وبين حماتها، لان ديت بتعامل ديت كأم وديت بتعامل ديت كبنتها، فالدنيا هتبقى سهله جدا. انما الواحده بتخش البيت وحاطه في دماغها ان حماتها هي عدوتها، ونفس الكلام بالظبط الحما بتبص لمرات ابنها وكانها عدوتها، الا طبعا من رحم ربي. في ناس كتير طبعا بيتعاملوا بالمعامله اللي انا بقول لك عليها دي، في ناس كتير طبعا بتحط في دماغها وبتفكر ان مرات ابنها ديت هي بنتها وبتعاملها احسن من بنتها كمان، وفي مرات ابن بتعامل حماتها والله احسن من امها. الزوج من البدايه وهو خاطبها لو عرفها يعني ايه امه، عرفها مكانه امه عنده، وان امه ديت خط احمر اوعي تتعداها، صدقني كل مرات ابن هتخش عامله لحماتها حساب احسن من امها. حبيت اوريكم الفيديو ده عشان اقول لكم الكلمتين دول، واقول لكم يا جماعه وعوا اولادكم وعرفوهم ان الحما هي زي الام. ويا جماعه ويا كل الحموات ابوس ايديكم، عاملوا مراتات ابنكم زي بناتكم بالظبط. اللي ما ترضاوش على بنتك ما ترضاوش على مرات ابنك. بس يا سيدي، واشوفك في فيديو جديد.